ازيكم يا احلى اخوات في الدنيا؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير واحسن حال. هنعمل مع بعض بقى حاجه حلوه هتتبهر بيها جدا، طعمها تحفه. لكن قبل ما ابدا نصلي بينا على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما انتم شايفين كده هنجيب حبايتين من المانجا، مش لازم تكون صبحه. ديت المانجا اللي كانت عندي في الفريزر، طلعت حبايتين. هنضيف معاها كوبايه من اللبن، هنفرمهم كويس في الخلاط. وبعد كده طبعا زي ما انتم شايفين كده طبعا القوام. هنجيب كوبايه من الدقيق، هنفضل نقلب زي ما انتم شايفين كده. طعمها روعة روعة روعة، طعمها تحفة والله. وحاجة كده خفيفة كده، من غير بقى بيض ومن غير أي حاجة خالص، حاجة مش مكلفة. طبعا تحط طبعا فانيليا عشان تدي لنا ريحة وتدي لنا طعم حلو كده، وتحط ورقة في الصينية. ورق الزبدة يعني ورق الزبدة كان خلصان من عندي، فانا حطيت ورق العادي مفيش فيها اي مشكلة خالص. وبعد كده طبعا هندخلها الميكروويف على 100 على 180. تمام كده. هنجيب كوباية من السكر، وهنجيب الطاسة بتاعتنا هندوبهم كويس. هنفضل نقلب زي ما انتم شايفين كده. وبعد كده طبعا هنضيف معلقة من الزبدة، تدي كده ريحة في الصوص بتاعنا، صوص السكر الحلو ده. تدنك تقلبي في الصوص علشان خاطر السكر يدوب معانا. وبعد كده طبعا هنضيف كوباية من اللبن وريحة فانيليا. كده خلاص الكيكة بتاعتنا طلعت وعدت حلوة زي ما انتم شايفينها كده، وعدت روعة. طبعا انا عاملها كده بالسكينة او بخلة، علشان خاطر الصوص يعني يعمل فيها كويس كده ويبقى تحفة. ده الصوص بتاعنا، السكر اللي احنا عملناه مع بعض. عاوزة تاكليها سخنة، عاوزة تاكليها ساقعة، زي ما انت حابة. حاجة مش مكلفة واكلة بسيطة جدا، مش هتكمل معاكي نص ساعة هتكون خلصانة. شايفين الجمال وشايفين الحلاوة؟ اتمنى دعوة حلوة منكم كده، ومتنسونيش بقى بدعوة وبلايك وتفعلي لي زر الجرس علشان خاطر يوصل لي كل جديد. واتمنى بدعم منكم ودعوة حلوة. مع الف سلامة، ان شاء الله اشوفك في فيديو جديد.